تعال نقيم لعيبه النادي الاهلي في ماتش الداخليه امبارح. المباراه اللي خلصت بنتيجه 2-1. الهدف الاول سجله محمد مجدي قفشه، الهدف الثاني سجله عمرو السوليه، وهدف وحيد لنادي الداخليه سجله كريم يحيى. نبدا بحراسه المرمى، فهو مصطفى شوبير ما جاتش على الكوره اللي هي نقول عليها خطيره، وضربه الجزاء اللي دخلت في جون، يبقى مصطفى شوبير هياخد 6 من 10. محمد هاني النهارده كان شغال بشكل جميل جدا، فمحمد هاني كان محافظ على مكانه، كان ليه لمسات حلوه في الماتش. محمد هاني هديله 8 من 10. كريم فؤاد النهارده ما عملش حاجه حلوه في الماتش، ما عملش اوفر حلو، ما عملش عرضيه حلوه، ما عملش لمسه حلوه في الماتش. فكريم فؤاد هديله 5 من 10، وبكده نكرمه كمان. ياسر ابراهيم امبارح ما كانش عاجبني خالص، سبب في ضربه جزاء وسبب في خطا تاني كان ممكن يجون في النادي الاهلي. فياسر ابراهيم انا هديله 5 من 10، وبكده نكرمه برضه. رامي ربيعه كان ماشي بشكل جيد في الماتش، رامي ربيعه ما شفناش منه اخطاء، فرامي ربيعه انا هديله 7.5 من 10. اكرم توفيق رجل المباراه بلا منازع، طول ما اكرم توفيق في الملعب اعرف ان النادي الاهلي بخير. اكرم توفيق امبارح شال اكتر من كوره، فاكرم توفيق يستحق ان هو ياخد رجل المباراه. اكرم توفيق انا بقيمه واديله 10 من